السلام عليكم، انا محمد جودة في ريفيو جديد لبرينتر جديدة بالعربي. ومعانا النهارده برينتر من انكيوبيك، وهي اكبر برينتر مالتي كلر في السوق. فتعالوا مع بعض نشوف المميزات والعيوب. والبرينتر هي كوبرا 3 ماكس كومبو. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن الكوبرا 3، لو حابين تشوفوه هتلاقوه في الريفيوهات اللي فاتت. ودلوقتي هنتكلم عن ال 3 ماكس الاخت الكبيره ليها، لكن بمواصفات اكتر واكبر هنتكلم عنها. البرينتر دي عشان لسه جديده فمش هنلاقي ليها محتوى كتير على اليوتيوب، بس انت فاكرني اسيبك ولا ايه؟ تعال اشرح لك تفاصيلها بعد شويه تجارب كتير عليها. المهم قبل ما نبدا ان احنا نتاكد ان السيور مشدوده كويس والويلز متربطه كويس. اول ميزه فيها زي ما قلنا ان هي اكبر برينتر مالتي كلر في السوق حاليا، بمساحه 42 في 42 في ارتفاع 50، يعني اكبر من الكوبرا 2 ماكس كمان. ولو جينا نقارن حجمها بحجم الكوبرا 3 هتعمل 4 منها. تعال نتكلم عن الهوت اند اللي حجمها بقى اصغر طبعا من الكوبرا 2 ماكس، وكمان الجاك زي ما هو التايب سي واسهل في الفك والتركيب. ده غير انهم حلوا مشكله الليكج، المشكله اللي كانت موجوده في الكوبرا 3 اللي هو الفيلمنت بينزل من حوالين الهوت اند. وكمان فيها فيلمنت سنسور ران اوت عشان يديتكت الفيلمنت، ومش كده وبس، فيها فيلمنت كاتر عشان نغير اللون. والهوت اند درجه الحراره بتوصل فيها ل 300 درجه، عشان كده هتطبع معانا البي تي جي والتي بي يو بسهوله. اما المحاور بقى فكلها ماشيه على اس جي ار عشان يدينا سرعات اعلى وتاكل اقل. وكمان ممكن نركب لها كاميرا بس هتشتريها منفصله لوحدها. الابجريد بقى عن الموديلات اللي قبل كده كلها ان بقى فيها ريسيوم، فلو الكهرباء قطعت هنرجع نكمل تاني عادي، عكس سلسله الكوبرا 2 كلها. وانا احب اشكر شركه انكيوبيك، شكلهم شافوا الفيديو القديم بتاعنا ولا ايه. وكمان لما جربنا نطبع تي بي على البرينتر بارتفاع طويل ادانا كواليتي ممتاز، ودي نقطه تتحسب لانكيوبيك. لكن كالعاده في اي برينتر مفتوحه لو محتاج تطبع كربون فايبر او اي اس اي فهتحتاج تقفل على البرينتر. وطبعا مع الحجم الكبير ده فلازم محور زد يبقى طالع بموتورين وكل واحد بسكرو يكونوا مربوطين كويس عشان نضمن الكواليتي. وكمان مع الحجم الكبير ده لازم في محور واي يحطوا لنا موتورين عشان يقدروا يشيلوا القصه دي كلها ويدينا ثبات اكتر في البيد. وعشان البيد حجمها كبير فبتوصل لدرجه حراره 60 في 125 ثانيه. تعال اكلمك عن المميزات الخاصه بالسوفت وير بتاعها. فاكيد هيكون فيها واي فاي وموبايل ابلكيشن. اما الميزه الحلوه فهي اليوزر انترفيس بتاعها، مع شاشه تاتش كبيره 4.3 انش اللي من خلالها نقدر نتحكم في الاي سي اي ونحدد الالوان والخامات. كمان فيها حته كويسه جدا، وهي ان احنا لو بنطبع بارتات كتير بحجم البيد كلها وبارت منهم حصل له مشكله او باظ فهنقدر نحدده من الشاشه ونعمل له سكيب ونكمل عادي جدا كانه مش موجود. نيجي للسرعه اللي هي 300 ملم بير سكند، وممكن مع شويه تظبيطات نوصل ل 500 و600 كمان، وباكسلريشن ل 12000 ملم بير سكند. والارقام دي بتخلينا نقدر نطبع البنشي في 18 دقيقه بس. البرينتر كويسه جدا للي عايز مساحه كبيره وكواليتي. والاي سي اي بيشتغل معانا كدراير ومالتي كلر. ده غير ان كل ما البرينتر المالتي كلر كبرت ده بيقلل الويست في الماتيريال. ودي طبعا تقدر توصل لها 2 اي سي اي فهتطبع معانا 8 الوان. نيجي لكم ملحوظه على البرينتر، وطبعا كل الناس بتستنى الفقره دي. مع الوقت هنحتاج ناكد على السيور وعلى الويلز، عشان مع الوقت السيور بتتاكل مع السرعات العاليه، يعني هتحتاج تغيره لكن بعد فتره طويله. وزي اي برينتر هتحتاج نعمل لها تيونينج عشان تطلع منها باعلى كواليتي. ولو ما عرفتش تعمل كده كلمنا واحنا نبعته لك، ودعم فني كامل وكل ده مجانا. وفي النهايه حابين نعرف رايكم في الريفيو، ويا ريت سبسكرايب ولايك، ولو في اي كومنت يا ريت تكتبه لنا. وفي الفيديو ده او ده ريفيوهات لمكان قبل كده ممكن تخشوا تشوفوها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.